دكتور سعد فقيه، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. نبدأ من البداية عادة في المراجعات، من سنوات الطفولة الأولى وما تذكر منها وكيف كانت ظروف النشأة. طبعا أنا فيما أعلمه أنك ولدت في مدينة الزبير في العراق. نعم. نعم، نحن سكان الزبير، هي تقريبا جزيرة نجدية في العراق. لها قصة ظريفة، أعتقد روايتها قد تطول. يعني هي جاية على حدود نجد اللي في هي لا، السعودية؟ هي ليست على حدود نجد، هي خلف الكويت داخل العراق. وإيش معنى نجدية يعني؟ مجتمع نجدي في الحقيقة، مجتمع نجدي خالص في العادات والتقاليد والمذهب، سواء المذهب العقدي اللي هو أقرب إلى ما يسمى بالوهابية أو المذهب الفقهي اللي هو أقرب إلى الحنبلية. فكانت يعني مجتمعا نجديا خالصا، حتى في الأعياد يسوون عرضة عن طريقة النجدية إلى عهد قريب، إلى عهد 1940 ميلادي. أرضها تشبه نجد بالكامل لمنطقة الزبير، حتى طبيعة التراب والحجر تشبه صحراوية. لكن طبيعة الصحراء أنواع، يعني في حجر، في رمل، لكنه طبيعة الحجر نسميه صلابيخ. هذه الصلابيخ وهذا التراب يشبه، وكانت خصبة لأن فيها آبار سهل الوصول إلى الآبار. جدي ولد في الزبير ووالدي ولد كذلك في الزبير وأنا كذلك ولدت هناك. تعرف نجد ما انفتحت إلا في الستينات تقريبا، لكن العراق والزبير كجزء من العراق أصبح مطلعا على المدنية، ما نسميها حضارة، على المدنية في وقت مبكر. وشخصيا تشكل موقف فكري لديك أو موقف سياسي، هل بدأ في الزبير ولا بعد أن عدت أو بعد أن رحلتم إلى السعودية؟ لا، الزبير له دور كبير لعدة أسباب. سبب له دخل في الزبير والعراق، وسبب له دور في العائلة نفسها. الزبير كانت تعيش تحولات سياسية تبعا للعراق، فكان الناس يعني من الاحتلال الإنجليزي إلى ثورة عبد الكريم قاسم، ثم عبد السلام عارف، ثم البعثيون، عبد الرحمن عارف، ثم البعثيون. فكان هذه الثورات كانت الحكومات لا تتدخل في الشأن الزبيري، يعني كل مجتمع له شأنه، وكان الزبيريون لا يحبون الدخول في السياسة وكانوا يحترمون على هذا الأساس. لما جت الحكومة البعثية الأخيرة في 1968 تدخلت في الشأن الزبيري وأرادت أن تجبر الناس فأصبح الناس عندهم نوع من الحساسية في هذا الأمر، فبدأوا يفكرون فعلا بالهجرة.